من بعد الواقعة المؤلمة اللي وقعت في نواحي الدار البيضاء اللي لقاو رجل شرطة مقتول بطريقة بشعة، وهذه الواقعة ألمت جميع المغاربة وهما متضامنين مع العائلة ديال الضحية، وكيطالبوا من السلطات أنهم يلقيو القبض على المجرم في أقرب وقت ممكن، بحيث الأم ديال الضحية كتخرج في المنبر الإعلامي كتخرج كل ما في قلبها من ألم ومعاناة. راح نقول انا بنتي، راح سكري رجلي يا بنتي وبنتي. عود لاروبس عيط عليا، كان غادي بيا الجديده، قال لي تنطلب نهار من الخدمه يعطوني ناير ونديك للطبيب، وراني مريضه ولدي، راه والي هازني يا ولدي، وراه والي مسوانين يا ولدي، وراه ولدي اللي مديني للطبيبه ولدي، وراه عندي السكر والسرطان يا ولدي، وراني مريضه زحافه بركابي يا وليدي، وراني زحافه كان غادي بيا على الطبيب ديال ركابي يا وليدي، وراني ما عندي جهد يا وليدي، وراه قطعوا لي درعي يا سيدي محمد وسيدنا وسي الحموشي، شوف من حالي، وراه عصبوني في ولدي، وراه حرقوا لي يا ولدي وحرقوني، وحرقهم كحرقوا لي يا ولدي وحرقوني، وراه حرقوا لي كبتي وشواوني، وحرقهم سي الحموشي، وراك داير مجهودك وزيد كتر سي الحموشي، والله يطول عمرك راه داير جهدك وكتر سي الحموشي، وراه كلشي كنشوف فيها سي الحموشي، والله يطول لك عمرك سيدي محمد، الله يشافيك لينا، خلى الوليدات وخلى مرتو دريه صغيره، وخلى الوليدات وليدي، وخلاني قليل صحه ما قاداش على وليدات ووليدي، راني ما قاداش ندوي يا وليدي، راه دا جهدي يا وليدي وليدي، جا نهار الثلاث ومشى، شافني ومشى، نهار الاربعاء خدام عشيه، نهار يكون عندو العشيه ما كيجيش، نهار اللي يكون عندو الصباح بحال اليوم خاصو يجي عندي، نهار الصباح كيجي عندي ولدي، قال لي انا اجي نهار الاربعاء صوني عليا مع 9 دولار، قال لي امي يجي عندي الصباح، هذه كلمه، هذه الكلمه الاخرى، هذه الهضره الاخرى مع ولدي، هذه الكلمه الاخرى مع ولدي، كان غيديني على الطبيب ولدي، كان ولدي غيديني على الطبيب، وكان غادي بيا للعمره وباغي يكسيني وغادي بيا للعمره ولدي، غادي يكسيني ولدي وغادي بيا للعمره، وغادي بيا للطبيب باش نصح نمشي للعمره، غادي بيا للطبيب راه ما كاينش نوقف على ركابيه، وغادي بيا للطبيب ولدي، غادي بيا للطبيب وولدي، والله يرحم وليدي، وكل شيء رحم عليه، وكل شيء كيرضي عليه، وكل شيء يشهد فيه زين، وكل شيء يشهد فيه مرضي، ومرضي مع الدنيا كلها، ومرضي مع ميمته مع خوته مع عائلته مع الناس، ومرضي مع الناس كلها ربي، وسقلوا عليها يا الصحافه وخرجوا للزنقه وسقلوا، وما تسقلونيش انا مو غنشكروا، وسقلوا الناس، وسيروا للطريق، وسيروا على الطاكسيات وسقلوا، وسيروا لخدمته وسقلوا البوليس، وراه اللي يقولها في خايبه ما كايناش، وسمحوا لي راه ما كاينش قاد راح سكري رجلي يا بنتي. اخر مستجدات في القضيه ديال اشرف حكيمي مع الفتاه اللي اتهمته بالاغتصاب، كتخرج المحاميه ديال اشرف حكيمي بمعلومات جديده وحصريه، كتقول على ان هذه القضيه ديال الاغتصاب ما هي الا عمليه ابتزاز للاعب اشرف حكيمي، وقالت كذلك في صحيفه ليكيب الفرنسيه ان هذه الفتاه اللي اتهمت حكيمي بالاغتصاب رفضت رفض تام اي فحص طبي ونفسي باش تبان حقا واش انها تعرضت للعنف والاغتصاب من طرف اللاعب اشرف حكيمي. وهذا الرفض اللي رفضت الفتاه كما قالت المحاميه كيثبت على ان اللاعب اشرف حكيمي بريء حتى تثبت ادانته. وفي الاخير بينت المحاميه على ان اللاعب اشرف حكيمي ما غاديش يعطي اي تصريح في اي منبر اعلامي حتى يعطيه في المحكمه. اما واحد الخبر جديد ورائج كذلك على هذه القضيه ديال حكيمي كيقول على ان الفتاه اللي اتهمت حكيمي بالاغتصاب هي من اصول جزائريه، لكن هذا الخبر كيبقى ضعيف وهو مجرد اشاعه وباغيين يديروا الفتنه ما بين المغرب والجزائر، وهذا الشيء كامل ضمن المخططات ديال فرنسا باش انها تطيح المشاهير ديال المغاربه ودير الفتنه ما بين المغرب والجزائر. اما المستجدات في قضيه الفنان سعد المجرد فبينت الصحيفه 360 الفرنسيه على ان الفنان سعد المجرد كيدوز الفتره السجنيه ديالو عاديه بحالو بحال اي سجين وما عندوش حتى شي معامله خاصه كونه انه فنان. الله يطلق سراحه يا ربي، وان شاء الله في محكمه الاستئناف غادي يكون خير. ظهر فيديو جديد مؤخرا كيبين على ان الطلبه اللي ما نجحوش في الامتحان ديال المحاماه دايرين اضراب حاد
على الطعام، وكيقولوا على انهم غادي يبقاو على هذه الوضعيه حتى تتحقق المطالب ديالهم. اليوم هو اليوم الثامن في الإضراب المفتوح عن الطعام. الإخوان ديالنا يوما بعد يوم يتقدمون خطوة إلى الأمام من مقابرهم. راه المشكل هو أننا بغيت نفتح واحد القوس، راه في حالة ما تم نقل واحد منهم جثة هامدة فما كنعرفوش فين ممكن أننا غادي نوصلوا، وتنقولوا لكم بأننا مستعدون أننا نخوضوا معهم. اليوم راه الخطوات الماجية إن شاء الله هو أننا نتهيأ اليوم من أجل الخوض في معركة الأمعاء الفارغة. أيضا حنايا اليوم كنأكدوا لكم كصحافة حرة تنقلوا الخبر والصورة، كنقولوا لكم راه هاد 15 ما غاديش يبقاو 15، راه حنا لحد الساعة اللي باقيين موقفين تنقولوا للإخوان ديالنا تيجونا عروض وطلبات على الإخوان ديالنا تيقولوا لنا غادي ندخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام، وتنقولوا لهم تمهلوا لاننا راه هذه المعركه ما واخدينهاش بساله ولا ضحك ولا، راه واخدينها بجديه، وتنقولوا لكم باننا غادي نزيدوا غادي تتسع هاد الخانه وهاد المقر هذا، بما اننا اليوم كان نديروا واحد الاضراب مفتوح عن الطعام. تنقولوا لكم وجدوا مقبره باكملها، وجدوا مقبرة بأكملها وسميوها مقبرة المرسبون والمقصيون من المغرب، لأننا راه غادي ندخلوا مع خوتنا في هذه الخطوة النضالية، وكنأكدوا لكم من خلالها بأننا وطنيون حتى البكاء، وتنأكدوا لكم من خلالها بأننا وطنيون حتى النخاع، وتنأكدوا لكم من خلالها بأننا غادي نمشيو إلى أبعد الحدود في أننا غادي نحققوا المطالب ديالنا. في شوارع لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية مجرم خطير كيطاردوه رجال الشرطة بطريقة الأفلام الهوليوود، وكيلقيو القبض عليه من بعد ما كان كيطلق عليهم النار وكيخوف المواطنين في الشارع العام. في إيطاليا زعيم أخطر عصابة كيتمكن من الهرب من السجن ديالو بطريقة غريبة، بحيث استعمل الأغطية ديال السرير باش أنه ينزل من الأسوار ديال السجن. وطبعا الكاميرات المراقبة ديال السجن كتوثق هذه العملية ديال الهروب اللي كملت بالنجاح. المهم الخوت، شكرا لكم على المشاهدة، ونشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.